السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور خالد المنيف أحد المشتغلين بالتنمية البشرية وتطوير الذات، وكاتب أسبوعي في صحيفة الجزيرة. كان في أحد رحلاته إلى لبنان، فلما رجع كتب مقال عن رحلته وعن الأشياء اللي مرت فيه خلال هذه الرحلة. أكثر شيء استوقفه أنه هناك يحبون ويعشقون السعودي ويكرهون الكويتي. هذا ما لاحظ عليهم. لكن وش السبب؟ السبب أن الكويتي ياخذ حقه، يعرف ياخذ حقه، يعني ما ينضحك عليه. يعني في عملية الشراء والبيع وفي الفندق وفي المطعم، والسعودي في المقابل يدفع ويمشي. طبعا الكثير منا في خارج السعودية أو في داخل السعودية يعتقدون أنه من البرستيج ومن الاتيكيت انك انت تدفع بدون ما تفاصل، او انك انت تطلب حقك وتكون يعني مدافع ومصر على انه ما تكون عرضة للاستغلال. هذا الشيء نشوفه بوضوح يعني برا ونشوفه هنا. والناس الصورة برا او الصورة حتى هنا ترى ما ينظرون لك انك انت برستيج واتيكيت ومتحضر. والتحضر مو اننا ناخذ القشور الفاضيه هذه اللي اصلا حتى في اوروبا ما هي موجوده. يعني في كل مكان في اوروبا وفي الخليج في كل مكان الناس تعرف تاخذ حقها، ولكن يعني هم الاجانب برا ولا هنا ينظرون لك انك انت مغفل، ينضحك عليك بشوية حركات وكذا وابتسامة ومدري ايش، وتخق وتعطيهم اللي انت تبي. ويعني يمكن الايام هذه راح نلاحظ شيء في محيطنا، يعني في الداخل. يعني راح نشوف بعض هذه الصور خلال الايام هذه، خلال ايام عيد الفطر راح نشوفها عند الحلاق ونشوفها عند مغسلة السيارات ونشوفها في اغلب الاماكن، انه يعني مواطنينا ياخذون على وذنهم ويضحكون يدفعون يمشون اعتقادا منهم انه هذا يعني لطف او برستيج او اذا انت بتدفع حبا وكرامه وبتدفع من عندك، هذا شيء بالعكس يدل على رقيك وعلى كرمك. لكن انه يفرض عليك شيء فرض وتدفع من باب الاتيكيت، فاسمح لي اقول لك انك انت مغفل جدا. يعني في الحلاق في تسعيره، ما في شيء اسمه يعني في العيد ولا في عاشوراء ولا في 7 رجب ولا 8 شوال، ولا ما في شيء اسمه. التسعيرة هي في أي وقت وفي أي مكان فيه تسعيرة، فصاحب المحل ملتزم بهذه التسعيرة. وحتى صاحب المغسلة اللي هو أصلا ما عنده تسعيرة، الشيء اللي هو دارج عليه في الأيام العايدية وأنت عارفه تعطيه هو نفسه، إلا إذا أنت بتعطيه من نفسك. يجب أننا نكون مفتحين ونعرف الناس كيف تستغلنا وش قاعدة تقول عنا، ويجب أننا دائما نعرف حقوقنا ونوقف عندها حتى لو هي قرش واحد. أنا النص ريال حق البيبسي هذا أسوي لهم فضيحة لين يرجعونه، وممكن يعني من نفسي كذا يعني أتبرع أضعاف هذا المبلغ من نفسي. لكن تاخذ علي نص ريال كذا عملية قرصنة، مستحيل. شكرا لكم.